مرحبا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بألف خير. وياكم علي. طبعا اليوم وصفتنا انه نسوي الدهن الحر. شلون نحول الزبد دهن حر؟ طبعا اول شي لازم الزبد جايبين من مصدر موثوق، وزبد لازم زبد حيواني خالص، ما لازم ما خابطين وياه دهن نبات، لانه اكو هواية اشخاص يبيعون الزبد يخلطون اكثر شي وياه الدهن نبات ويبيعوه على انه زبد حيواني. طبعا هو شلون تعرفون الزبد الحيواني عن انه اذا ما خابطين وياه دهن النبات؟ من تلزمون بديكم، من تروحون تغسلوه بمي خالي يروح من ايديكم. بينما اذا خابطين وياه دهن نبات لا، لازم تحطون زاهي ويعني تفركون ايديكم هواي يلا يروح من عندها. هاي المعلومة تفيدكم بيها. طبعا حبايب هو بالبيت من تسووه هواي انظف، وانتو تعرفون انتو يعني شنو حاطين بيه، اذا زبد حيواني او دهن نبات خابطين وياه، لانه معظم اللي يبيعون دهن الحر من مسوين الدهن الحر خابطين وياه دهن نبات، واكثريتهم ما يعرفون يسووه من يصير طعمه طيب. انا طريقتي والاضافات راح احطها حتى خالي تاكلو. حبايب راح اضيف خاشوقتين تمن عنبر، بس لازم تمن عنبر. طبعا حبايب تمن العنبر راح يصير نكهته بالزبد طيبة، وانه راح يكون راح يصير بالشعب مال القدر، وراح يسحب كل الوساخة اللي تكون بالزبد. والاضافة الثانية طبعا حبايب انه هو راح يحط 2 شيلة هيل. حبايب الإضافة الثالثة عندي هو القشور مالت البرتقال. أخذت برتقالتين وقشرتهن بهذا الشكل، وراح اخذ القشور مالتي. طبعا لا تستغربون من الاضافات اللي راح اضيفها اني، كل الاضافات مالتي راح تخلي الطعم اطيب وهواي اطيب يعني من الدهن الحر اللي انتم تشتروه من برا. شو اسمه، وانا ليش ضفت القشور مال البرتقال والثمن العنبر؟ لانه اثنيناتهم راح يصيرون كعب القدر وراح يسحبن كل وساخة الزبد. راح اضيف القشور. طبعا حبايب حطيتها على نار عالية على الطباخ على اعلى عين عندكم، لا ما يذوب كل الزبد وما تبقى ولا قطعة مال الزبد مذايبة. وراها احط النار على الناصي. طبعا حبايب جربوا هاي الاضافات اللي قلت لكم عليها وما تتندمون ان شاء الله، وراح يطلع اطيب من اللي تشتروه من برا. والبرا اساسا ما بي نكهة دهن حر، هذا اللي يطلع صدق نكهة الدهن الحر الاصلي. شنو السبب انه يطلع الزبد اللي تسووه هسه الدهن الحر يطلع طعم الحقيقي مال الدهن الحر؟ لانه الزبد مالتكم انه انتم مشترين من مكان موثوق والاضافات صحيحة. حبايب بعد ما كل الزبد حطيت النار على الناصي وفتحت القبخ ومنتظر يصير. طبعا حبايب هسه بعد ما مضى تقريبا ربع ساعة حطيتها على اصغر عين بالطباخ وعلى الناصي. طبعا حبايب هاي بعد ما صار تقريبا 3 ساعات. طبعا انا ما اقدر احدد لكم وقت لانه حسب الكمية وحسب النار قوة النار مالتكم. انا هسه الكمية مالتي تقريبا 2 كيلو تقريبا. مثلا تجيبون اقل من كيلوين، اكثر من كيلوين، فما اقدر احدد لكم ايش قد الوقت. هو حبايب كل واحد على ميزانه. من هو الدهن الحر لازم قبل ما تعرفوه، يعني كل تقريبا 10 دقائق تجون تشوفوه. طبعا حبايب احنا شلون نعرفه صار؟ يصير اللون مالته شفاف ونباوع الكعب مال القدر. هسه اني صار مالتي جاهز لانه صار شفاف، من احركه اباوع الكعب مال القدر. طبعا هاي حبايب مثل ما قلت لكم بين الكعب مال القدر وصار صافي، صار عندي جاهز. وطبعا هذا الوغف ابد ما نوخره لانه هو روح الدهن الحر والطعم كله بهذا الوغف. طبعا بعد ما يصير عندكم جاهز، انا صار عندي جاهز. انا عم اصفي عندكم لازم تخلوه يبرد تماما. انا عم اصفي عندكم تصفوه وتحطوه بعلب على مود تحافظون عليه. بقى حبايب هي هاي المرحلة اللي صار عندكم. اوكي ها هي بقى بين شعب القدر وبين كل التمل العنبر والوساخة اللي صارت. طبعا تنتظروه يبرد تماما.
بس أنا منتظره يبرد وارجع لكم مرحلة التصفية من احطه بالعلب. حبايب هاي بعد طبعا ما برد مدة 5 دقايق شوية بدأ يبرد. شوفوا شلون هي هاي المرحلة الصحيحة اللي يوصل لها الدهن الحر، وتقولون انه هذا الدهن صار. حبايب هذا انا مصفى عندي، راح اصفي بيه واحطه جوا طاسة، وراح اذب الدهن الحر بهذا المصفى. حبايب طبعا بكيفكم، انا حافظه بعلب بلاستيكية، بكيفكم تردون تغطوه بعلبة زجاجية او تردون تحافظون عليه بقدر رفاف. حبايب شكل نهائي، اتمنى ان تجربون الوصفة وتنال اعجابكم، واذا جربتوا الوصفة وليش حسيتكم اتمنى ان تكتبوا لي بالتعليقات. وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومع السلامة.